دخلت إيران ودعمت سوريا، أرسلت لهم آلاف ديال الجنود باش يوقفوا في جنب بشار الأسد. وإذا احتاجت المعركة أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا سنذهب إلى سوريا. دخول روسيا إلى الحرب بالتحالف مع النظام السوري، وكنشوفوا وقوف بوتين بجانب بشار الأسد، وهذا الأخير كيوافق على إبادة الشعب السوري بشتى الطرق وقتل الأبرياء بدون رحمة وبدون شفقة. رفيق لايف. السلام عليكم اخوان، اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ الامور هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اولا وقبل كل شيء نعتذر عن الجوده ديال الصوت لانني كنريكوردي تحت ظروف صعيبه. السبب الاول هو انني مريض بالروح، دعوا معي بالشفاء ان شاء الله. والسبب الثاني هو الكاليتي ديال الميكرو، غير كنعديو به وصافي. بما دبرنا وشريت شي كاسك يكون مزيان ولا ميكرو تكون الجوده ديالو طالعه باش تكون الجوده مرضيه. غادي ندوزو الموضوع الرئيسي ديالنا اليوم اللي هو الموضوع ديال سوريا وشنو واقع فيها بالضبط. كنشوف مؤخرا مرونه القضيه ديال بصح بسبب سقوط النظام السوري من طرف المعارضه السوريه. غادي نهضروا بصفه شموليه ونحاول ما امكن نعطيو ونشرحوا بالتفصيل شنو واقع فيها بالضبط، ايطاب بار ايطاب عبر السنوات من الاول الى الاخر ان شاء الله. الحرب بدات سنه 2011 كيف ما كيعرف الجميع. للاسف فيها اكثر من 600 الف مواطن سوري و13 مليون مهاجر اللي خرجوا عن سوريا، والاف المفقودين ليومنا هذا تحت رئاسه بشار الاسد. اولا غادي نعرفوا شكون هو بشار الاسد. بشار الاسد زاد سنه 1965. انا ذاك كان الاب ديالو اللي هو حافظ الاسد هو اللي متولي الرئاسه ديال سوريا. بشار الاسد كان كيقرا الطب في تخصص طب العيون في بريطانيا. عنده الاخ ديالو الاكبر اللي سميتو باسل الاسد. لسوء الحظ في سنة 1994 مات باسل الأسد، وتمت المناداة على بشار الأسد من بريطانيا في الفور ليتم التدريب ديالو والاستعداد ديالو اللي باش يتولى الرئاسة. بشار الأسد عنده 3 أبناء، والزوجة ديالو اللي سميتها أسماء الأخرس. في سنة 2000 توفي الأب ديالو حافظ الأسد، وتم تنصيب بشار الأسد كرئيس للجمهورية السورية. نورمالمون اللي خصو يتولى الرئاسة ما خصوش يقل على 40 سنة، ولكن هو رئيس الجمهورية السورية من بعد سنة 2000 ومن بعد ما تم تنصيب بشار الأسد كرئيس لدولة سوريا. كانت رؤية إيجابية عند الشعب السوري، وكان طامع وطامح باش يغير البلاد ويزيد بها القدام، او بالاحرى يكون احسن من الاب ديالو اللي هو حافظ الاسد. ولكن للاسف كان العكس، اما زاد كفس البلاد ديال بصح وخرج عليها ما بين الفتره ديال 2000 و 2011، حيث عاشوا وشافوا تدهور في الاوضاع الاقتصاديه وازدياد الفساد في الحكومه وفي الجيش. بعد اشتعال الثورة في سوريا تم قمع عنيف مع المتظاهرين بشكل وقوي، وفي ديك الفترة بدأت المطالبة بإسقاط النظام وانتشار المظاهرات في كل مدن سوريا. ومن بعد بدأت الثورة السورية بالتسلح بالسلاح الخفيف ضد الأمن السوري، ولحد الآن كانت غير مجرد ثورة. وفي منتصف السنة اللي هي 2011 مجموعة من الضباط من الجيش السوري أعلنوا على انشقاقهم عبر فيديو تأسيس جيش اسمه الجيش السوري الحر، يعني أنهم خرجوا من النظام السوري ولاو ضده. ومن هنا بدأت الأوضاع تتدهور في سوريا وتحول الثورة إلى حرب رسمية. ولكن هاد الجيش السوري الحر واخا كان مدعم من طرف تركيا ما كانش فارض الوجود ديالو وما كانش عنده هدف محدد،
ولا قيادة قوية. أما ما بيوقف ما بنوقف، بيضرب طلقة بنضرب 10. ومن ثم بداو كيبانوا فصائل من بينهم ظهور النصرة اللي هي بحد ذاتها إرهابية، ومن بعد ظهور فصيلة الأكراد اللي استغلوا الأوضاع ديال الحرب وبغاو يأسسوا دولة كردية، وفي نفس الوقت كانوا ضد النظام ديال بشار الأسد. وهاد الفصائل الكردية كتسمى بوحدات حماية الشعب الكردي. تل هنا مزيان وكل شيء واضح. شفنا ظهور الجيش السوري الحر، ظهور فصيلة النصرة اللي هما أين وسطروا عليها حيت غرجوا عليها من بعد، وظهور الأكراد. من بعد تدخلت إيران ودعمت سوريا، أرسلت لهم آلاف ديال الجنود باش يوقفوا في جنب بشار الأسد. وإذا احتاجت المعركة أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا سنذهب إلى سوريا. ما نساوش للأسف من خلال هذه المواجهات اللي كانت ما بين الفصائل والنظام السوري أنه آلاف ديال المدنيين وآلاف ديال الأبرياء. حتى في سنة 2013 تم قصف المدنيين بالسلاح الكيماوي من طرف النظام السوري. 2016 غادي نشوفوا دخول روسيا إلى الحرب بالتحالف مع النظام السوري، وكنشوفوا وقوف بوتين بجانب بشار الأسد، وهذا الأخير كيوافق على إبادة الشعب السوري بشتى الطرق والأبرياء بدون رحمة وبدون شفاء. تل هنا كل شيء مزيان وكل شيء واضح. شفنا بزاف ديال الفصائل اللي كانت ضد النظام السوري، عندك الأكراد، عندك فصائل النصرة، عندك تنظيم الدولة اللي هما إرهاب عقلوا عليها، وفصائل النصرة هادو بجوج. عندك المعارضة، وعندك في الأخير بانت هيئات تحرير الشام. عندك 6 ديال الأنظمة. في آخر المطاف اكتشفوا من بعد سنة 2016 بأنه هاد اللي قلت لكم جوج ديال الأنظمة اللي هو تنظيم الدولة وفصائل ديال النصرة اللي هما إرهاب، ما بقاوش غير ضد النظام السوري، ولاو حتى ضد المعارضة. يعني كيتواجهوا ضد النظام السوري وكيواجهوا ضد المعارضة. لهنا غادي تدخل أمريكا في سنة 2019 وغتدعم المعارضة، وغتدعم هيئة تحرير الشام باش يواجهوا الإرهاب ويواجهوا النظام السوري. في ديك الفترة في 2016 كانت المعارضة مسيطرة على مدينة حلب من بعد ما رجعتها ورجع النظام السوري. وفي 2017 بالضبط غادي نشوفوا فاجعة أخرى اللي هي القصف بالكيماوي من طرف النظام السوري بشار الأسد، اللي غيخلي ترامب اللي كان آنذاك يتولى الرئاسة الآنية بالقصف على الفور. وهذه الخطوة كانت أول مرة منذ بداية الحرب. وفي 2019 بالضبط قضى أمريكا على تنظيم الدولة الإرهابي وقت الزعيم أبو بكر البغدادي. وفي 2020 وقفت الحرب إلى حدود 2022. تم انسحاب روسيا من الحرب بسبب الحرب اللي عرفناها كاملين هي حرب أوكرانيا. ومن بعد غادي نشوفوا انسحاب إيران بسبب الحرب اللي كانت ضد الاحتلال مع حزب الله، اللي غيخلي بشار الأسد والنظام السوري بدون تحالف وبدون دعم. لحد الآن كنشوفوا بلا أنه كانوا بزاف ديال الفصائل اللي كانوا ضد النظام السوري بداو كينقصوا وحده تلو الأخرى. عندك الأكراد واجهتهم تركيا، لأن الأكراد كانوا في الحدود ديال تركيا، واجهتهم باش ما يخليهمش يتطوروا ويزيدوا من الأسلحة ديالهم، لأنه كانوا الأكراد يستغلوا الحرب ويشكلوا دولة صغيرة. عندك الأكراد ما بقاوش، عندك خرجوا من الحرب. عندك جوج فصائل اللي قلت لكم إرهابية، عندك فصائل النصرة وتنظيم الدولة، هادو واجهتهم أمريكا ما بقاوش. في الأخير بقاو عندنا جوج معارضات اللي هما كانوا بصفة مباشرة كانوا ضد النظام
وكانوا كيخدموا بالمعقول وكانوا مع الشعب السوري. عندك المعارضة وعندك هيئة تحرير الشام، اندمجوا بقاو في معارضة هيئة تحرير الشام في إدلب تحت رئاسة أبو أحمد الجولاني اللي كان هو الرئيس ديال هاد الفصائل، وكان محبوب الشعب السوري وكل شيء كيدعمه. في حدود سنة 2024 بداو كيسيطروا على القرى بشكل تدريجي ومواجهة النظام السوري. هاد الفصائل ديال تحرير الشام كانت كتدعمهم تركيا وكتدعمهم امريكا. في اخر المطاف سيطروا على مدينة حلب وبداو كيحاربوا النظام السوري. في اخر المطاف كنشوفوا بانه النظام السوري بدا يسقط وبشار الاسد تخلى عن الحكم ديالو. لحد الان في سنة 2024 في هذا الشهر هذا شهر 12 كنشوفوا سقوط النظام السوري اللي هو نظام بشار الاسد، والحمد لله انتصار المعارضة. وكنتمناو للشعب السوري السلم والامان اللي هي ابسط الحقوق ديالهم، وكنتمناو لهم كل خير. دابا غنمشيو نشوفوا بعض الريلز وفيديوهات على شنو وقع في سوريا في الاونه الاخيره بالضبط. لهذا غتمشيو معنا ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر. مساكن بنادم قاتل البروده وميت بالجوع، ما عارفينش علاش خرجوا اصلا. الله اكبر سقط النظام. مسكين الفرحه تخلطت لي الفرحه مع الصدمه، ما عرفش شنو واقع. الله اكبر 10 سنين الله اكبر سقط النظام. والله الا برافو لهذا النظام، خافوا برافو يلا راح تحرك المعارضه، برافو لهم. طلعوا يلا النسوان طلعوا، لا تخافوا عمي لا تخافوا لا تخافوا، انتم بوان طلعوا. ثوار يا اخي ثوار. هادو ما خلاو حتى واحد كبير صغير عيالات شدوهم بدون سبب. طلعوا تعالوا انا من الله شنو سيروا معكم. يلا ليه لا تخافوا عمي لا تخافوا لا تخافوا اختي لا تخافي. بعد كبروا كبروا كبروا. والله الا برافو المعارضه، كنحييهم كنحييهم. صارت لنا روحوا وين ما بدكم. الله اكبر كبروا 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 كبروا. يا الله ليك الولد يا حرام، ليك الولد يا حرام. انت منين عمي؟ شو بدك اغراضك امانات يا اختي؟ هلا بس امانات منين عمي؟ هلا بطلع لك اياهم روحي. هلا طيب تاخذيهم معي. طلعوا الحمد لله على السلامة. طلعوا 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 روحوا. ما فهموا والو. وين بدكم تروحوا انتم منين؟ اطلعي اطلعي روحي على دارية ما في حدا. يلا رح نطلع لك اياه. صفن هون شهاد رح نطلع. شو بدك؟ لك روحي يا عمي ما بدك هوية، ما حدا بيقول لك شيء. روحي. كاين اللي مسكينه سنوات فيه مشدوده في الحبس بدون سبب. هاد بشار الاسد هذا صعد ود الكلب هذاك اللي لقاه يدخل باغي يتهنى اللي يشد في الحبس. والله الا بغيتو راني شي اعدام على المباشر. لك لا تخافي ليش خايفة؟ لك راح بشار الاسد سقط ليش خايفة؟ سقط راح ما ضلش بشار سقط سقط سقط. هذا الدولة بدنا نطلع العالم. يا انا بحفظ مش قادر اروح. ما في شيء ما في شيء. اطلعي لبرا اطلعي لبرا روحي هلا اطلعي لبرا. حدا ينزل معي لهون يا شباب. انا نازل معكم شباب حدا ينزل معي. شو بدكم عمي؟ بدنا ننزل لجوا. ليش؟ برا من هون. دلونا على الطريق دلونا على الطريق. هوياتنا بس يا عمي والله ما بدك هوية. روحي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. عشان فرحه دابا تقابل وين؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كبروا 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 كبروا. عقوبه الفلسطينيين ان شاء الله.
مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين من سجون النظام. إن غرفة عمليات فتح دمشق تهيب بالإخوة المجاهدين والمواطنين والحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية الحرة. عاشت سوريا حرة أبية لكل السوريين بجميع أطيافهم. شايف التلفاز؟ لا والله برافو عليهم. الآن نحن في وسط دمشق، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو قدامنا كان اليوم قبل بنص ساعة أنا وهالزلمة. ترى بزاف هذا، أقسم بالله سبحان الله. اليوم كان الأيام ديالو وخرج من الحبس هو 54 واحد. لا إله إلا الله أكبر الله أكبر، ربنا مطالب. عاش الملك، عاش الله برافو عليك. عاش الملك، عاش الملك، ابو جاك مالك. الشعب السوري دريته ما ياسينش الخير ديال سيدنا والملك. خافوا يلا راح افتح لك بس اكسر اكسر. طلعوا يلا النسوان. السلام عليكم خوتي، تحياتي من حماه، من نواعرها التاريخية المغربي كان من حماه. نحييكم ديديكاس كيفاش احبابي الحي محمدي كريان سنترال، العائله والحباب والصحاب. واسمحوا لنا حنا ما ناعسينش والو. الله عز وجل فتح علينا، فتح وما النصر الا من عند الله. الناس كلها فرحانه وكلشي فرحانين. يسلموا علينا الناس. مغربي كان تما اييه. ترى فكك راه هذا السيبور المهم شوف البنوك ما كاينه طيح. دابا العمله ديال سوريا تهبط. شي واحد هاز مع السيف ديال الفلوس كازا دو بابل كان مستافد منها بشار الاسد الاسره ديالو الاقارب ديالو والدول اللي كدعم. اللهم فرج. تبارك الله فاش مش راجع فرحان. الوطن هو كل شيء، خاص كل واحد عنده روح المواطنة، حتى النخاع الشوكي. شو شحال باش تعرف راه كيحبوا الوطن ديالهم غير الظروف اللي ما ساعدهاش. تبارك الله. شوف بقاو يتقامعوا تما في ديك تركيا، بقاو يتقامعوا في المانيا. الاغلبيه ديال السوريين كاينين في تركيا والمانيا، اللهم بلادهم. شو دابا راجعين الطوموبيلات ديالهم راجعين فهمتي، يرجعوا الدوله ازيرو، يبداو ازيرو، البنيه التحتيه، القطاع الصحي، قطاع التعليم، وهي غادا. ولهذا كنقول لك الا كنتي وصلت لهاد المرحله، وصلتي حتى لهنا، ما تنساش تعطي الراي ديالك ودير كومونتير وسبسكرايب علاش لا. لانه هذا الموضوع ما كان ساهل، كان صعيب، خدمني بزاف ديال المجهود، بزاف ديال الوقت، وبحثت فيه ديال بصح. لهذا كنطلب منكم تعطيو السيبور ديالكم ديال بصح والماكسيمو باش نمشي مزيان في هذا الكونتوني، وتحفزوني ويكون مزيد من العطاء ان شاء الله. وكنتمنى هذا الفيديو وهذا الشرح يكون عجبكم ويكون في المتناول. كان معكم رافق لايف، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو.